ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. جمعة مباركة عليكم حبايبي إن شاء الله. النهاردة هنعمل وصفة سهلة قوي. هنعمل ليزي كيك أو كيكة البسكوت بالشوكولاتة. جميلة جدا وسهلة جدا جدا بثلاث مكونات بس، ما فيهاش افتكاسات يعني. مكوناتها أنا عندي هنا كمية بسكوت زي ما انتم شايفين كده، بسكوت ساده، اي نوع بسكوت دايجستيف، اي بسكوت الشاي ده، اي حاجه. كوبايه سكر، نص كوبايه كاكاو خام، ومعايا نص كوبايه لبن ونقطتين فانيليا سايله. بدايه احنا هنعمل ايه؟ هنكسر البسكوت كده بالشكل ده، يعني مش حتت صغيره ولا كبيره، يعني في المتوسط زي ما انتم شايفين كده اهو. الليزي كيك من الحلويات اللي الاطفال بتحبها جدا، لان هي طعمها لذيذ جدا، وكمان مش بتاخد وقت. يعني ممكن تعمليها في دقايق او تعمليها من بالليل، لان هي لازم تقعد في التلاجة شوية عشان تتماسك اهو. يعني احنا هنخلي البسكوت زي ما قلت مش قطعة كبيرة ولا قطعة صغيرة. خلص الكمية كلها وارجع لكم. زي ما انتم شايفين انا كسرت البسكوت قطع كده بالحجم ده كده. غلفت قالب اللي هو بتاع الانجليش كيك بالبلاستيك راب، اللي هو البلاستيك الغذائي. بطنته كده علشان يبقى سهل ان انا اطلع قالب الكيك بعد ما يبرد. او ممكن لو ما فيش قالب بنعمله رول، بنفرد البلاستيك ده على الرخامة وبنصب خليط الكيك عليه وبنلفه رول، وبعد كده بنلفه في ورق الالومنيوم وبندخله التلاجة لمدة 4 ساعات. هنشوف بقى هنبتدي هنعمل ايه. كده على جنب. انا هجيب اي بولة كده، هحط السكر فيها، كوباية السكر ونص كوباية الكاكاو. هقلبهم كويس كده مع بعض يختلطوا بالشكل ده. وبعدين اللبن، نص كوباية اللبن، هقلب كويس لغاية لما كل الخليط يمتزج. انا نسيت اقول في المكونات ان احنا هنحتاج 100 جرام زبدة اهي، بس مش هنحطها دلوقتي خالص اهو بالشكل ده. هنحط الخليط ده على النار لحد ما يغلي بس، وبعدين هنضيف له الفانيليا والزبدة. لو بس الكاكاو مع السكر كويس. ممكن نضيف شوية لبن تاني. انا ضفت حوالي معلقتين لبن تاني بس يبقى قوامه كده. احطه بقى على النار عشان السكر يدوب ويغلي غلوة واحدة بس، وبعدين هننزل بالزبدة والفانيليا زي ما انتم شايفين كده اهو. بدوب الكاكاو مع السكر كويس جدا بالشكل ده. هستناها طبعا لما تغلي، وهنزل عليها ب 100 جرام زبدة. هنزل بقى بالزبدة، خلاص هي داخلة على الغليان بالشكل ده، وهقلب واسيب الزبدة تدوب. واول ما الزبدة تدوب مع الكاكاو والسكر هطفي النار وهسيبها تبرد خالص قبل ما احطها على البسكوت اللي احنا كسرناه.
لان لو حطيناها وهي سخنه هتبقى معايا عجينه، وانا مش عايزاها كده. انا عايزه قطع البسكوت تبقى ظاهره فيها، يا دوبك بس كده تتشرب من الخارج كده، وقطع البسكوت تبقى محافظه على قوامها يعني. خلاص زي ما انتم شايفين الزبده ساحت خالص كده. هنسيبها بقى زي ما قلت تبرد، علشان ما ينفعش نحطها سخنه، وبعدين هنرجع نشوف هنعمل ايه. زي ما قلت لكم كده انا سبتها تبرد. في الوقت ده بقى هحط عليها معلقه صغيره فانيليا سايله او فانيليا باودر، اي حاجه يعني مش هتفرق. وهقلبها كويس بالشكل ده، وهنزل بيها على البسكوت بالخليط ده. قبل ما احط الخليط على البسكوت، عايزه اقول ان انا استعملت 4 باكيتات زي دول كده من البسكوت ده. يعني لو هتجيبي بسكوت ساده بتاع الشاي اي نوع، هاتي 4 وحدات، 4 باكيتات كده، 4 بواكي بسكوت. هنبتدي بقى زي ما انتوا شايفين كده اهو، اهو بالشكل ده، وننزل بالخليط ده على البسكوت. هنبتدي نقلب البسكوت كله مع بعض كده مع هجيب معالق جردي اهو. زي ما انتم شايفين خلطت المكونات كلها مع بعض بالشكل ده. طبعا القالب اهو، هبتدي بقى اصب في القالب. وزي ما قلت لو ما فيش قالب عندك ممكن تعمليها رول في البلاستيك ده، تفردي البلاستيك ده على الرخامه وتعمليها رول، وبعد كده تلفيها في ورق الفويل الالومنيوم وتدخليها التلاجة. هنبتدي بقى نرص كده، ننزل بالخليط كله ونوزعه في القالب بالشكل ده اهو. بالشكل ده، وهحاول بقى اساوي الكيك كده في القالب. خلاص انا خلصت صب الكيك كده في القالب بالشكل ده. هغطي بقى بالبلاستيك اللي كان من الجناب بالشكل ده. هدخلها التلاجة لمدة 3 ساعات. ممكن لو مستعجلة تدخليها الفريزر ساعتين وتطلعيها وهنقطعها مع بعض. هشوفكم بقى بعد ساعتين، انتظروني. الكيكة بعد ما خرجت من التلاجة هنحطها كمان يعني ساعة كمان في الفريزر عشان تبقى مجمدة
ونعرف نقطعها كويس. زي ما انتوا شايفين كده هنقطعها كده طرنشات اهي. شايفين قطع البسكوت فيها من جوه شكلها عامل ازاي، حلوة جدا، جميلة جدا، طعمها حلو قوي. بالشكل ده هنكملها كلها للآخر وهنرجع نقدمها مع بعض. زي ما انتم شايفين كده انا قطعتها طرنشات. البسكوت شكله حلو جدا وهو متقطع كده جواها، شكلها جميل وطعمها اجمل. ان شاء الله تجربوها وتعجبكم بطريقتي. وقبل ما امشي بحب اقول لكم هتوحشوني جدا، واتمنى ان وصفاتي تكون بتعجبكم. اشوفكم في وصفة جديدة من مطبخ هنا. وما تنسوش قبل ما امشي الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس علشان يوصل لكم كل جديد من مطبخي. اشوفكم على خير وباي باي.